السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. تعادل المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره الكرواتي في المباراة الأولى من المجموعة السادسة من نهائيات كأس العالم قطر 2022. إليكم تحليل المباراة. خط وسط كرواتيا تفوق على منتخبنا بأكمله، وكل الإشادة بالمقابل أمرابط والبطل بونو. كما انتظرنا مباراة جد معقدة من الجانبين، الحوار محدود في خط الوسط بصراعات بدنية قوية تفوق فيها غالبا المنتخب الكرواتي، وفرص محدودة على رؤوس الأصابع كان أخطرها للخصم. لا أعلم من كان متخوفا الركراكي بخطته أم أن ضغط لاعب الكروات من تسبب في الركون بالخلف. المهم أننا لم نرى اللاعب الهجومي الذي وعد به الناخب الوطني أمام منتخب كرواتي قوي في الوسط وضعيف في الدفاع. المنتخب الكرواتي عبارة عن خط وسط عالمي، إن اجتزته فتحت لك معابر المرمى، وهو ما لم يحدث إلا نادرا من العناصر الوطنية، ولم يجد إجابة من خط الهجوم النائم بقيادة نصيري. للأسف الشديد غياب تام لأناحي وأملح في المباراة، اللهم بعد الجمل التكتيكية مع الإشادة الكبيرة بأمرابط الذي أكد من انتقدناه من طرف البعض كان هو رجل الشوط الأول بقتاليته المعهودة رغم بعض الأخطاء في التمرير التي تعتبر أمرا عاديا أمام ضغط متوسط ميدان الكروات. الزيادة أكثر ما عانى منه المنتخب في المباراة خصوصا من بوفال وأملاح، ثم بعده الزلزولي، وحده زياش الذي حاول في بعض الأحيان تسريع النسق رغم أنه غاب بشكل كلي في الشوط الثاني. للأسف البدلاء لم يقدموا أوراق اعتمادهم، وعاب الخوف بعض العناصر في مباراة ظهر أن بإمكاننا خطف نقاطها في بعض اللقطات. أما يمكن استخلاصه من مباراة المنتخب المغربي ضد كرواتيا في رأيي الشخصي حراسة المرمى والدفاع 10/10. بونو، أكرد، حكيمي، مزراوي، عطية الله تبارك الله عليهم. أمرابط رجل المباراة، خاصو غير يتفادى بعض التمريرات الخاطئة. أملاح دار اللي عليه. أناحي كان غائب للأسف، والصابري اللي دار في 12 دقيقة ما داروش أناحي في الماتش. زياش 50 دقيقة لا بأس بها، من وراها غبر خصو يبعد على الكفرات يخليهم الحكيمي. الزلزولي وبوفال علامة استفهام. نصيري دفاعيا لا بأس به، لكن محتاجينه كقناص. الحمد لله ما تقدرش تحكم عليه في 12 دقيقة. والتوفيق للأسود في المقابلات القادمة. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.